السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو غريب وعجيب انتشر في الأيام اللي فاتت عن بنت قلعت البنطلون في الشارع علشان خاطر تقضي حاجتها، وكان معاها زميلتها، والكلام ده كان بالليل في أحد الشوارع. هنلاقي إن فيديوهات كتير، مواقع كتير اتكلمت عن البنت إنها قليلة الأدب وإنها مش متربية ومش معقول نوصل للدرجة ديت. تعالوا ناخد الفيديو من منظور تاني. نعم، حقيقي صح غلط ان بنت تعمل حمام في الشارع، ولد راجل اي حد، يعني هو ده فعل، اصلا فعل غلط ان الواحد يقضي حاجته في الشارع، ده يعني شيء من القذرات. ولكن البنت ديت ماشيه في الشارع، والشارع هادي خالص وفاضي وضلمه، وبنت اتزنقت ومش قادره تعمل حاجه، خلاص مش قادره. تعالوا بقى نفهم ليه اللي خلاها عملت كده. لو واحدة ست كبيرة هتخبط على أي شقة في أي عمارة وهتقول للست لو سمحتي ممكن أعمل حمام، وحصلت معايا والله. واحدة خبطت على المدام عندي، فتحت لها الباب، قالت لها يا بنتي ممكن أعمل حمام؟ قالت لها اتفضلي يا حاجة. ست كبيرة عادي. ولكن لو شاب أو راجل سهلة، يدخل مبولة في أي قهوة، في أي كافيه، سهلة بالنسبة للرجالة. لكن لما تكون بنت وحصل معاها حاجه زي كده، وانا مش معنى كده ان انا ببرر يعني اقول لاي بنت تتزنق انها تعمل حمام في الشارع، لا، احنا بنتكلم عن البنت دي بس عشان خاطر هي ما قدرتش ان هي تمسك نفسها، والله اعلم ممكن تكون مريضه او عندها حاجه. وحصل كده ان هي اتدارت ورا العربيه في الضلمه، وفاكره ان مفيش حد في الشارع خالص، وان الدنيا غص غص، وفاكره ان محدش شايفها، خلاص. واتدارت ورا العربيه وبتقول لزميلتها اقفي جنبي، دليل على كده انها بتقول للبنت اقفي جنبي. اوام اوام البنت يا دوبك وقفت جنبها، وهوب لقوا جردل الميه نازل من عليهم من فوق. لا، عايز افهمه بقى هنا، هل هو جردل الميه ده كان مستعد للموقف ده؟ البنت لسه بتقلع البنطلون ولسه هتعمل الحمام، تلاقي جردل الميه نازل عليها، والكاميرا، يعني اللي بيصور بالكاميرا دوت واحد او هما اتنين، لازم واحد بالكاميرا وواحد بالجردل، مستعدين هما الاتنين. وبعدين يعني هو الموقف عجبك قوي، بسم الله ما شاء الله، انك انت تصوره علشان خاطر تنزله على السوشيال ميديا وتفضح البنت للدرجه ديت؟ يعني الثواب اللي انت عملته فيها انك انت صورتها، وان انت كمان عملت ايه؟ رميتها في جردل الميه. مش معنى كده ان انا ببرر ان اي بنت تعبانه مش قادره انها تقعد في الشارع وتعمل كده، دي بنت ما ينفعش. ولكن لو قلنا ان البنت دي غصب عنها ومش قادره وماشيه في الضلمه وفاكره ان مفيش حد في الشارع خالص والدنيا غص غص وعملت كده، هل هي كده بقى نحكم عليها في بعض المواقع والفيديوهات اللي نازله انها بنت قليله الادب ومش متربيه، ما عندهاش ما عندهاش اخلاق، ده من شرب الخمره وماسكه ازازه في ايديها ووقفت على هم بقى رايحين جايين ماسكين ازايز في ايديهم ومش قادره؟ ليه؟ احنا عايشين فين؟ احنا عايشين فين؟ ليه احنا يعني خلاص البنات عندنا بسم الله ما شاء الله ماشيين في الشوارع بازايز خمره ومش قادره وهتركن على جنب عشان خاطر تعمل ما عندناش احنا كده، الحمد لله. ايه ده؟ يعني مش للدرجه ديت، مش للدرجه ديت ان احنا نفضح كده على طول بسم الله ما شاء الله، وهوب نصور ونضرب جردل الميه وناخدها بقى فكاهه وننزلها على التيك توك والفيديوهات ونتكلم نقول ده بنت قليله الادب مش متربيه. لا، طب ما ناخدها من زاويه ان هي واحده تعبانه، واحده مريضه معاها زميلتها وفي الضلمه وفاكره مفيش حد شايفها، لكن للاسف ده شايفينها وكمان بيصوروها. ولكن برضه نقول الحمد لله ان التصوير كان من بعيد وفي الضلمه، وان البنت ملامحها مش باينه قوي، الله اعلم بقى كاميرا معفنه ممكن او تصوير من بعيد قوي، يعني ربنا برضه شو سترها على البنت ان ملامح وشها مش باينه، وان ما قدرش ان هو يجيب عوره البنت. وزي ما انت فضحت هيجي يوم عليك تتفضح، وهنقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.